السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. نحن بعد وقت طويل رجعنا تاني لتعليم اللغة الفصحى واللغة العامية مصرية، يعني اللهجة العامية مصرية، يعني من لغة الفصحى نحن نتغير من لغة الفصحى إلى اللغة العامية مصرية. يلا نبدأ. هنا موجود Egyptian Arabic يعني لغة العامية مصرية، وهذه اللغة العامية مصرية. وهنا Arabic فصحى يعني اللغة الفصحى، هذه اللغة الفصحى. وهنا اللغة العامية مصرية، وهنا معنى بالإنجليزية. أنت متأكد؟ أنت متأكد، أنت متأكد، هكذا يعني Egyptian Arabic. وهنا فصحى، هل أنت متأكد؟ هل أنت متأكد؟ هل أنت متأكد؟ يعني مصريين يتكلم أنت متأكد؟ أنت متأكد، هكذا. أنت متأكد يعني هل أنت متأكد، هكذا. لازم آخر الكلمة تتكلم كده، متأكد، أنت متأكد، هكذا. واللغة فصحى هل أنت متأكد، ومعنى الإنجليزية Are you sure؟ عايز إيه لغة مصرية. وهنا لغة الفصحى ماذا تريد؟ ماذا تريد، هنا موجود باللغة الإنجليزية يعني مكتوب ماذا تريد. وهنا اللغة العامية مصرية عايز إيه. عايز يعني تريد، إيه يعني ماذا. عايز إيه يعني ماذا تريد. هنا what do you want؟ عايز فلوس. عايز يعني تريد، فلوس يعني مال. هل تريد المال؟ هل تريد المال يعني لغة مصرية عايز فلوس. وبالإنجليزية do you want money؟ بعدين قلت ايه. أنتم هنا شايفين قاف، لكن في المصري اللغة يعني عامية مصرية، في اللهجة المصرية قاف يعني همزة. ليس كل الكلمات أو ليس كل يعني موقع قاف يعني همزة، مش يعني ليس كل المكان، لكن يعني مشهور، يعني بعض الأماكن هم يتكلمون قاف يعني يعني قلت. مثلا قلم، عندك قلم يعني عندك قلم، هكذا. قاف أو غين، زي أهل الصعيد، زي الأهل اسمه دي أهل العرب، أهل السعودي مثلا لو تتكلم عندك قلم، هم يتكلمون عندك قلم، هكذا. لو مصريون يعني مصريون اثنان، دي ألف وغا، يعني اثنين، يعني اسمه دي اثنين نطق، يعني اثنين نطقين يعني هم يستخدمون. قلت ايه يعني مفروض قلت ايه، لكن هم يتكلم قلت ايه او قلت ايه او قلت ايه، هكذا. ماذا قلت. هنا اللغة فصحى، هذه اللغة فصحى، وهذه اللغة العامية او اللهجة العامية مصرية. قلت ايه او قلت ايه. وهنا ماذا قلت يعني what did you say. هنا لغة مصرية يعني أنت جاهز تمشي. مفروض جيم يعني للمصريون هم يستخدمون جيم يعني غين، هكذا. جيم يعني غين أو جيم يعني جيم أصله. بعض المصريون يعني أهل الصعيد هم يستخدمون جيم يعني جيم، وأهل القاهرة هم يستخدمون غين. أنت جاهز، هكذا. أنت جاهز أو أنت جاهز، اثنان.
انت جاهز ولا ايه، او انت جاهز تمشي. انت جاهز تمشي او انت جاهز تمشي، اتنين هم يستخدمون. انت جاهز تمشي، انت جاهز تمشي يعني are you ready to go هكذا. واللغة الفصحى هل أنت مستعد للذهاب، هل أنت مستعد للذهاب، هل أنت مستعد للذهاب، دي اللغة الفصحى. هل أنت مستعد للذهاب يعني are you ready to go. واللغة عامية أو لهجة عامية، أنت جاهز تمشي، أنت جاهز تمشي، أنت جاهز تمشي هكذا، أو أنت جاهز تمشي، أنت جاهز تمشي، أو أنت جاهز تمشي يعني فصحى. هل أنت مستعد للذهاب are you ready to go. بعدين أنت جاي، أنا تكلمت فوق، جاي جيم يعني going أو جيم يعني جيم، جيم أنت جاي أو أنت جاي هكذا يعني are you coming يعني فصحى. هل أنت قادم، هل أنت قادم يعني أنت جاي أو أنت جاي هكذا. بعدين أنت تعبت ولا إيه، أنت تعبت ولا إيه، أنت تعبت ولا إيه يعني are you tired، are you tired دي اللغة عامية. أنت تعبت ولا إيه، أنت تعبت ولا إيه هكذا. وولا إيه هنا نستخدم للسؤال فقط. هنا هل أنت متعب أو ماذا، هل أنت متعب أو ماذا يعني are you tired، يعني are you tired or hot هكذا. أنت تعبت، أنت تعبت ولا إيه دي اللهجة المصرية. وهنا هل أنت متعب أو ماذا، هل أنت متعب أو ماذا. هل أنت يعني ولا إيه، متعب يعني تعبت، أو ماذا يعني ولا إيه يعني هل أو ماذا هكذا. هل أنت أو ماذا يعني هنا نستخدم ولا إيه هذا للسؤال. أنت تعبت ولا إيه هنا نستخدم في اللغة المصرية كده أنت تعبت ولا إيه هكذا. واللغة الفصحى هل أنت متعب أو ماذا يعني لغة إنجليزية are you tired هكذا. بعدين أنت جهزت ولا إيه، أنت جهزت ولا إيه، أنت جهزت ولا إيه يعني أنت جهزت ولا إيه. جيم يعني going، جيم يعني جيم اثنان. أنت جهزت ولا إيه أو أنت جهزت ولا إيه. وهنا اللغة الفصحى هل أنت مستعد أو ماذا، هل أنت مستعد أو ماذا. أنت جهزت ولا إيه are you ready. بعدين ممكن تمشي دلوقتي، ممكن تمشي دلوقتي يعني you may go now. واللغة الفصحى يمكنك الذهاب، يمكنك الذهاب الآن، يمكنك الذهاب الآن يعني you may go now هكذا. واللغة عامية مصرية ممكن تمشي دلوقتي، ممكن يعني يمكن، تمشي يعني ذهاب، دلوقتي يعني الآن. هنا في اللهجة المصرية تكلمنا قاف يعني همزة، قاف يعني همزة أو مرة قاف يعني غين. طيب نستخدم قاف، نستخدم قاف يعني همزة. ممكن تمشي دلوقتي، ممكن تمشي دلوقتي. ونستخدم مرة ثانية قاف يعني غين. ممكن تمشي دلوقتي، ممكن تمشي دلوقتي هكذا الأشياء هم يستخدمون. وهنا يمكنك الذهاب الآن يعني you may go now. بعدين مش كويس، مش كويس، مش كويس. لست بخير، لست بخير يعني I am not well. مش كويس، مش يعني لست. اللهجة المصرية مش يعني لست أو لا. كويس، كويس يعني بخير. أنا لست بخير، أنا يعني أنا يعني I am هكذا. طيب لو أنت تتكلم أنا لست بخير يعني أنا مش كويس،
أنا مش كويس. مش كويس يعني لست بخير. I am not well. أنا تمام. أنا تمام يعني أنا بخير. أنا يعني أنا، تمام يعني بخير. أنا تمام يعني أنا بخير، يعني I am okay أو I am good. أنت كويس. أنت كويس يعني هل أنت بخير؟ أنت كويس. تقدر تستخدم يعني تستطيع أن تستخدم أنت كويس ولا إيه. أنت كويس ولا إيه يعني هل أنت بخير أو ماذا. هل أنت بخير أو ماذا يعني are you okay or what. أنت كويس ولا إيه هل أنت بخير أو ماذا، و are you okay or what. لكن لو تستخدم أنت كويس يعني هل أنت بخير are you okay. بعدين هتمشي إمتى. هتمشي يعني تغادر. هتمشي يعني ستغادر. متى. متى يعني إمتى. متى يعني إمتى. هتمشي يعني ستغادر، وإمتى يعني متى. تبقى اللهجة المصرية إحنا نستخدم هتمشي إمتى يعني when will you leave. when will you leave. نحن نستخدم في اللهجة المصرية هتمشي إمتى، وفي اللغة الفصحى متى ستغادر. طيب يا إخواني، نحن انتهينا الفيديو اليوم. إن شاء الله سنلتقي في فيديو تاني الجديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.